والنهاردة هنتكلم عن قصة سلام الترجمان في رحلته لسد يأجوج ومأجوج. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. الأول هنتكلم عن ذي القرنين، وده كان ملك صالح مش نبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذي القرنين قال لا أدري إن كان نبيا أو ملك صالح، فهعتبره ملك صالح. ذي القرنين ملك حكم الأرض من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، يعني كان بيحكم الكوكب كله. المهم كان رحالة ومعناها بيسافر كتير من بلد لبلد وبيلف العالم كله. وصل قبل كده لمكان مثلث برمودا، شاف قصر وعرش على الماء، وسكان القصر كان جسمهم جسم إنسان ورؤوسهم رؤوس كلاب. لما حب يروح ليهم نصحوا واحد من السحرة إنه بلاش يروح، لأن اللي بيقرب لهناك بيغلبه النوم فبينام، فتخلى عن الفكرة وكمل طريقه. ولما وصل لمكان يأجوج ومأجوج لقى قوم لغتهم مش مفهومة، وعشان يفهم لغتهم استخدم حوالي 80 مترجم. قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدين في الأرض ومحدش قادر عليهم، وهم بيطلعوا يأذونا ويدخلوا مكانهم تاني، فطلبوا منه يبني لهم السد. وافق وقال لهم يساعدوه، وفعلا ساعدوه ببناء السد. وقصة سلام الترجمان بدأت لما رأى الخليفة العثماني الواثق بالله في المنام إن سد يأجوج ومأجوج اتفتح، وخرج يأجوج ومأجوج وبدأوا يخلصوا على الناس. فصحي من نومه مفزوع وحزين لأن ده شر انفتح على الناس، فقال لازم أطمن على سلامة السد. فكلف سلام الترجمان بالمهمة لأنه كان رحالة ماهر وذكي جدا. روى الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وابن خردنبة في كتاب المسالك والممالك. والقصة الواثق بالله اختار سلام الترجمان لأنه كان بيتكلم 30 لغة، وقال له عرف لي حالة السد، هل انفتح ولا لأ، وهل هو سليم ولا لأ. فراحوا معاه 60 رجل ووصلوا 5000 دينار، واداله ديته 10000 درهم، وأمر لكل واحد من أصحابه 50,000 درهم ومؤونة سنة و100 بغل يشيلوا الأكل والماء. ولما مشيوا راحوا في طريقهم لعند الملك طرخان ملك الخزر، اللي بعت معاهم 5 رجال يدلهم على الطريق بعد ما عرف انهم من طرف الخليفة العباسي. مشيوا لمدة 25 يوم لحد ما وصلوا الأرض سوداء ومنتنة الرائحة، فمشيوا فيها 10 أيام ووصلوا لمدن خراب دمرتها يأجوج ومأجوج زمان من تقريبا 1,000,000 سنة. مشيوا فيها 20 يوم ووصلوا لحصون قريب من جبل شعبة، يعني فيه السد أو اتبنى فيه السد. وفي الحصون دي قوم بيتكلموا العربي والفارسي، مسلمين وبيقرأوا القرآن، وليهم مساجد وكتاتيب جمع كتاب وهي اللي بيحفظوا فيها القرآن. المهم ومشوا المدينة اسمها إيكا، ليها أبواب من حديد وفيها مزارع، وهي اللي كان بينزلها ذو القرنين بجيشه. بينها وبين السد مسيرة 3 أيام. وبعدين راحوا لجبل عالي ولقوا عليه حصن، والسد اللي بناه ذو القرنين هو فج بين جبلين عرضه 200 ذراع، وهو في الطريق اللي بيخرجوا منه فيتفرقوا في الأرض. فحفر أساسه 30 ذراع وبناه من الحديد والنحاس، ورفع عمودين من جنب السد عرض كل واحد منهم 25 ذراع في سمك 50 ذراع. ورئيس الحصون دي بيخبط الباب كل اثنين وخميس بمنطقة كبيرة، فيسمع صوت جاي من ورا الباب، وهم بيورثوا الموضوع ده زي الخرافة بالظبط. والهدف من كده يسمعوا اللي ورا الباب ان في حراس وان الباب لسه سليم، وعلى يمين الباب مكتوب الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. والجبل من بره معلهوش زرع او حشائش، جبل مسطح متسع قائم أملس أبيض. وبعد ما شاف سلام الترجمان السد واخد عينة من السد يوريها للخليفة، رجع لخرسان ومنها لطبانيون ومنها لسمرقند في 8 أشهر، ومنها لأزبشاب، وعبر نهر بلخ، وراح لشروسنة في بخاري وترمز ولينسابور. وخسر من الرجال في الذهاب 22 رجلا وفي العودة 24 رجلا، وبقى معاه 14 رجل و23 بغل. ورجع لسرة من رأى مدين سامراء في العراق، فحكى للخليفة اللي شافه بعد رحلة استمرت 16 شهر ذهابا و12 شهر عودة. ودي كانت رحلة الرحالة سلام الترجمان لسد يأجوج ومأجوج بالتفصيل. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.